اسهل واسرع طريقة لسلق الكرنب، والست الشاطرة هي اللي ما تهدرش اي جزء من الكرنباية. وتعالوا مع بعض نشوف الطريقة الجميلة العسل اللي هتطلع معاكم الكرنب بالشكل والجمال اللي قدام حضراتكم. محتاجين حلة مية سخنة على النار، بنحط فيها معلقتين كبار من الكمون ومعلقة ملح، ده لسلق الكرنباية. وطبعا اهم شيء طريقة تقطيع الكرنباية بالشكل اللي هنوريه لكم حالا. وموضوع ان احنا نحط كمون في مية السلق ده علشان نمنع انتفاخات وغازات البطن. طبعا هنقطع الكرنباية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها ديت. هنجيب الكرنباية كده وبالسكينة نقطع مكان الجدر او مركز الكرنباية كده، نقطعه كويس جدا بعمق كويس ومناسب لحد ما نوصل للأوراق الصغيرة اللي قدام خالص. وبعدين نخلي المنطقة المتوسطة دي ونخلعها كلها كده ونشيلها، ويبقى معانا الكرنباية مفرغة تماما من جوه بالشكل ده. بعد كده بناخد الكرنباية ونشيلها نوديها في مية السلق مباشرة، ونقلبها على الناحية اللي احنا مفرغينها من تحت، بحيث ان المية السخنة تدخل في المنطقة المفرغة ديت فتدخل بين الأوراق، وبالتالي تبقى سهل جدا ان الورقة تطلع متساوية وتطلع سهلة جدا كده. المية تدخل بين الأوراق وتسويها، وتبقى معانا سهلة جدا في ان احنا نطلعها ورقة بورقة. طبعا المية بعد ما دخلت جوه الكرنباية خلت كل ورقة سايبة عن الورقة اللي بعديها طبقات كلها، فبنقلبها تاني كده بالشكل ده علشان نتأكد ان المية دخلت في كل جزء من اجزاء الكرنباية، وان الكرنب كله بيتسلق وبيتسوى. طبعا نخلي بالنا من وقت السلق، مش بنكتره عن اللازم علشان الكرنباية ما تتهريش مننا، وكمان مش بنقلل علشان الكرنباية لو بقت معانا مش مستوية كويس هتزود وقت التسوية، وبالتالي مش هتبقى معانا مستوية كويس. فاحنا نخلي بالنا كويس من موضوع ان احنا نختبر وقت السلق كويس لحد ما نلاقي ان الكرنباية خلاص بدأت تستوي السوى المطلوب. بتلاقيها طالعة معانا بمنتهى السهولة لان الورق سايب من بعضه. بنطلعها كده واحدة واحدة زي ما حضراتكم شايفين كده. الورقة اللي استوت بتطلع معانا بشكل سلس وسهل جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. بقى معانا الشوية اللي فاضلين دول، طبعا طلعنا كده كل الكمية اللي موجودة. وهنيجي دلوقتي نوريكم المنظر الجميل اللي طلعنا بيه الكرنباية. شايفين يا جماعة الورق طالع ورقة بورقة والكرنباية مستوية. السلق بتاعها سلق ممتاز ومثالي، مش هيزهقنا ومش هيزعلنا في التسوية. بعد كده هنيجي بعد ما نسلق الكرنباية ونطلعها ورقة بورقة كده، هنيجي نشوف احنا هنقطعها ازاي والطريقة اللي هنقطعها بيها بحيث ان احنا ما نهدرش اي جزء من الكرنباية. طبعا هنجيب الكرنباية في كذا طريقة، بس اول شيء ان احنا بنشيل الجزء ده، العرق الناشف ده بنقصه كده بالسكينة ونشيله زي ما حضراتكم شايفين كده. يبقى معانا الورقة كده ما فيهاش اي مشكلة. بنلفها زي السندوتش كده ونقطعها، بيطلع معانا شريط طويل كده. بنبدأ بعد كده نقطع الشريط الطويل ده لقطع على قد حجم الورقة بمنتهى السهولة. وممكن كمان نقطع اول باول. في ناس بتيجي جايبة الشريط ده كده، طبعا احنا بنرصها كده بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده. وفي ناس بقى بتجيب الشريط الطويل ده بتحطهم في كف ايدهم، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده. ونجيب نحط الحشو فيها ونلف ونطبق كده، نطبق وبعدين نقطع، نطبق وبعدين نقطع. فجميع الافكار سهلة وجميلة باذن الله. واتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم واستفدتم منه. شايفين التسوية؟ لازم يا جماعة تكون التسوية مثالية علشان ما تاخدش معانا وقت. بتمنى من حضراتكم اللي اول مرة يشوف قناتنا ما ينساش يدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على علامة الكل عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتنا. شكرا لحضراتكم، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.